مرحبا بكم. النهارده هنبدأ في أول حلقة إن شاء الله، اللي بنقول فيها إن من أكثر من 200 سنة والعالم بيحاول يقرأ اللغة المصرية القديمة بطريقة معينة، وإحنا النهارده بنقدم بحث علمي جديد وأبجدية جديدة بنحاول نطبقها على كل الكلمات وكل الرموز اللي موجودة في المعجم واللي موجودة على الجداريات، وبنختبر هذا البحث العلمي وهنقدم فيه الأدلة واحد ورا واحد. لكن في البداية لازم نعرف الأول إيه هي الأبجدية المقترحة. الأبجدية المقترحة ديت بتقول إن في عندنا 4 رموز، 4 رسومات بتحتمل كل الأبجدية المصرية. دي كانت فلسفة الراجل القديم. هنبدأها كالتالي. الرمز الأول اللي احنا هنشتغل عليه هو العلامة اللي شكل المربع، الحرف اللي شكل المربع. كان قديما بيقولوا عليه الباء، لكن هو بيحتمل ألفاظ الباء والواو والفاء والميم، لأنه كلها بتطلع من مكان واحد من طرف الفم. باء وفاء ما كلها من مكان واحد. ده المربع ده بيحتمل ال4 دولت. في تاني اسنان المنشار اللي هو بالشكل ده، كلهم بيطلعوا من مكان واحد. نا لا را، نا لا را، را لا نا، كل ده بيطلع من مكان واحد. فاداله ال3 قيم صوتية دولت لاسنان المنشار. راح لحرف تاني، ده ان كل الحروف الحلقية، مجموعة كبيرة من الحروف الحلقية تصل ل10 حروف، كلها بتطلع من مكان واحد من حلق الفم. نقدر نقول كا قا جا يا ها، كل ده بتطلع من مكان واحد. اله عي غا خا، كل ده من مكان واحد، كله من حلق الفم. راح مديلها كلها حرف واحد، واعتبر دي حروف المد. يا كده، يا ها، اعتبرها حروف مد. وحطها دائما الرمز ده، حطوا حرف بيني بين ال3 حروف التانيين، دائما موجود بين ال3 حروف التانيين زي ما هنشوف. الحرف ده حرف لثوي، التاء اللي كان قديما بينطق تاء، حرف لثوي. وانا بدأناه بالتاء والداء والطاء والضاء، كله بيطلع من مكان واحد. تا دا طا ضا ظا زا شي صا ثاء، كله يطلع من مكان واحد. وعموما هي اساسا حروف تبادليه، يعني نقدر نقول ثعبان ثعبان، والثعبان بالسين، وتعبان بالت. حروف تبادليه بشكل كبير جدا. بتيجي بالشكل ده. في الأرياف نقول شمس ونقول سمس وهكذا، دي حروف تبادلية بالشكل ده. وهنا الرسمة ديت هي مجمعة. ادي حرف الباء له ال4 حروف بتوعه، النون 3، دي حروف ثابتة، ما نغيرش النون ولا نغير الباء عندما نجدها. التاء حروفه دي ثابتة بالشكل ده. الحرف ده الحرف البيني اللي دائما وابدا موجود قبل وبعد لشكل نص دايرة، قبل وبعد لشكل اسنان منشار، قبل وبعد لشكل المربع، دائما الحرف ده موجود ما بينهم. لو احنا جينا نكتب اسم الأزير هنا بشكل واضح ونحط القيم الصوتية عليه، أنا هنختبر الأول طريقة عشان نبدأ نشتغل ونقول إحنا بنشتغل إزاي. فأنا كتبت هنا اسم الأزير المقترح. اسم الأزير، أدي الحرف ده إي، ده اللي عليه منشار إي، وده سين، وده حرف مد. أسميه اسمه كده، يعني ده الميم وده اله، اسمه الأزير. فما علينا من البداية، تعال نشوف الأزير. الأول المربع ده احنا متفقين إنه بياخد ال4 دولت، الباء والميم والواو والفاء، بياخدهم مش هيغيرهم أبدا. منين ما هنلاقي المربع ده هياخد الواحدة من دولت. الحرف اسنان منشار ده نون لام راء، لازم ياخد ال3 دولت، مش هيغيرهم أبدا. النص دايرة ديت هياخد المجموعة الكاملة اللي هي المجموعة اللثوية اللي تحت ديت، اللي هي الدايرة حروف المد دهيت أو الحروف البينية، دايما هتاخد المجموعة الحلقية كا قا جا. حتى الجيم والياء تبادلية جدا، والجيم والغين انجليزي وانجليزي وما شابه، دي حروف تبادلية. عموما ديت انا حملت القيم الصوتية على اسم الأزير. طب تعالوا نشوفوا اسم الأزير بينطق ازاي. واحنا متفقين في نقطة، ان الحروف البينية اللي زي اللي هي الفم دوت، شكل الفم ده، اذا احتاجناه بننطقه، ما احتاجناهوش هو غالبا ما بينطقش معانا. تعالوا نشوفوا بيقول ايه. هنا كتبنا اسم الأزير، أوزير. هذا ده اي حاجه اعتبرها ديت دايما الحطه ديت حطه، وليها هتجينا بعد كده يعني ايه حته وحطه، هنكتشفها بعدين. في جاينا في الكلمات، يعني عز مثلا كان من ضمن الحلفان. لكن هو بدأ من هنا. اسمه الأزير. ادي الهمزه، لان الحرف ده حلقي انطلب الهمزه، وده يحتمل 4 حروف. هو احنا عارفين بنتكلم على الأزير، اوتوماتيك على طول تلقائيا هنروح نحط حرف الواو لانه بينطق على الأزير. وديت حرف الزين من هنا، الياء الراء.
وده احنا ما احتاجناهوش في اسم الأزير، ودي العادة ماشية كده في المنهج اللي احنا بنطبق عليه. أزير، لكن لو اللي جينا على الحرف اللي زي ده لابد ينطق، جينا على الحرف ده لابد ينطق. اما حرف المد احتاجنا له هنا يا أزير، اوكي، ما احتاجناهوش هنا لان هو جاي من اللي قبله، اسميه اسمه كده يعني. فهو بينطق كتير، هينطق معانا كتير الحروف البينية ديت، لكن في الغالب لو ما احتاجناهوش خلاص ما فيش فيه مشكلة خالص. فده الأزير، لما كتبنا اسم الأزير، اسم الأزير نطق معانا اسم الأزير. طيب هو الراجل جه وحط لنا اسم الأزير ده، الحلقة اللي جاية اللي هنتكلم فيها جه حط اسم الأزير جنب بلد اسمها أبو صير. هل هي نطقت أبو صير؟ اسم الأزير لما حطه جنب أبو صير نطقت أبو صير. طب جاب نفس الاسم ده الأزير وحطه جنب بلد اسمها صفت الحنة، هل هي نطقت صفت الحنة؟ المرة اللي جاية هناخد الدليل الأول والثاني، النهاردة كان تطبيق بس مدخل. الحلقة اللي جاية اللي غالبا هتبقى غدا إن شاء الله، هنحط الدليل الأول والدليل الثاني على صحة الأبجدية. هل هي نطقت أبو صير؟ هل هي نطقت الأزير؟ ونحاول نختبرها ونشوفها جاية إزاي. شكرا لكم.